السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء معارف بلاس. اليوم سنتحدث عن المسيرة الخضراء. في يوم 16 أكتوبر من سنة 75 900 وألف أعلن المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ، مكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وقد وضعت هذه المسيرة السلمية حداً لنحو 3/4 قرن من الاستعمار والاحتلال المرير لهذه الأقاليم، ومكنت المغرب من تحقيق واستكمال الجزء الأكبر من وحدته الترابية. فبعد أن بتت محكمة العدل الدولية بلاهاي في ملف المغرب، وجاء رأيها الاستشاري معترفا للمغرب بحقه في صحرائه، مؤكدا على وجود روابط قانونية وروابط بيعة متجذرة كانت دائما قائمة بين العرش المغربي وأبناء الصحراء المغربية. أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع الصحراء وتحريرها. وقد جاءت المسيرة الخضراء لتضع حداً فاصلاً مع منطق الحرب وأسلوب المغامرة، وحرصاً من جلالة المغفور له الحسن الثاني على تجنيب المنطقة حرباً مدمرة، اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم مسيرة خضراء، والداعي إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحوار لتسوية النزاعات. وقد رأى الكثير من المؤرخين وعلماء الاجتماع السياسي وسيكولوجيا الجماعات في المسيرة الخضراء فعلا اجتماعيا وسيكولوجيا متميزا، واعتبره الأستاذ عبد الله ساعف أول ارتعاش قومية عاشها المغرب والمغاربة قاطبة بعد الاستقلال. وفي 5 من نوفمبر سنة 1975 خاطب الملك الحسن الثاني المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا: غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطؤون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرا من وطنكم العزيز. وقد بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء 350 ألف مواطن، من بينهم 10% من النساء من جميع مناطق المغرب الحبيب، إضافة إلى مشاركة وفود كل من المملكة العربية السعودية، الأردن، قطر، الإمارات، سلطنة عمان والسودان والغابون والسنغال. والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وكان اختيار الملك الحسن الثاني لعدد المشاركين المغاربة يساوي عدد الولادات في المغرب في تلك الفترة. في الحقيقة لم يكن الأمر صعبا على الملك لإقناع المواطنين المغاربة بالذهاب إلى الصحراء. العلاقة الوطيدة بين العرش والشعب والحب والاحترام اللذان يتمتع بهما لدى أفراد الشعب ارتقى بذلك إلى مستوى الواجب الوطني الكبير، وما كان لقائد آخر أن يتمكن من جمع تلك الأعداد من المتطوعين بسهولة وفي وقت قياسي، إلا أن تكون له منزلة رفيعة في قلوب شعبه ويحظى بحظ كبير من الحب والاحترام. لقد تسلح المتطوعون في المسيرة بالقرآن، ولم يحمل خلالها أي سلاح،
تأكيدا على أنها مسيرة سلمية. وانطلقت المسيرة بقدر كبير من الانتظام والدقة والتنظيم اللوجستيكي اللافت. فعبرت المسيرة الخضراء حدود الصحراء تحت ردود فعل عالمية وإقليمية متباينة. أما إسبانيا فقد عارضتها وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لمواجهتها، كما أعلنت من خلال مندوبها في مجلس الأمن أن المسيرة الخضراء هي زحف عسكري مسلح، ولذلك فقد حركت أسطولها البحرية إلى المياه الإقليمية المغربية. كما أعلنت أنها قامت بزرع الألغام على مناطق واسعة من الصحراء. وبعد نجاح المسيرة الخضراء على المستوى الشعبي والإقليمي والعالمي، توغل المتطوعون المغاربة في الأراضي الصحراوية المغربية، اضطر الإسبان إلى العدول عن موقفهم المناوئ للمغرب والبحث عن حل لمشكلة الصحراء، فبدأت اتصالاتهم بالمغرب، ما دفع الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى إصدار أمره بعودة المتطوعين في المسيرة إلى طرفايا مؤقتا حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للمشكلة. وقد ورد في كتاب ذاكرة ملك أن الصحفي الفرنسي إيغيك لوغان سأل الملك الحسن الثاني: في أي وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة الخضراء؟ فأجاب جلالته: في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية أنه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء. وفي 9 نوفمبر 75 900 وألف أعلن الملك الحسن الثاني أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها، وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق، أي إلى مدينة طرفايا. ومن نتائج حدث المسيرة الخضراء الذي أصبح من العلامات الفارقة في تاريخ المغرب الحديث قبول إسبانيا إجراء المفاوضات والحصول إلى اتفاقية مدريد الموقعة يوم 14 نوفمبر 1975، وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بموجبها دخل المغرب إلى العيون سلميا. وانسحاب الإدارة الإسبانية من المنطقة يوم 26 من فبراير 1976 قبل يومين من الموعد المحدد لاتفاقية مدريد الذي كان يوم 28 من فبراير. شكرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وإلى فيديو مقبل بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.